انا بالنسبه لي خريج معهد نفط. شلون؟ خريج معهد نفط. لا انا خلي الكاميرا تندار، خلي يشوفون معهد النفط وين واقف. وين شو مخلص؟ خريج معهد نفط. معهد نفط. صار لي سنه ونص قاعد. تظاهرنا لما ملينا تعبنا تبدينا، يعني تخرج منه تتعين بوزاره العماله. ادري هاي دوله. اخوي شرفك. بس اعطيني مجال، بس خلي استوعب. معاهد النفط حالهم حال حال الصحه، المعاهد الطبيه. طبيه يتعينون. بالضبط. معهد نفط يعني للامانه يعرفون شنو معهد نفط اصدقائي؟ معهد نفط يخوف. يعني اللي خريج، يعني اللي يخلص معهد نفط يعني هذا واصل للقمه، يعني المفروض الله تاسع. وكيلك. انا بالنسبه لي اتخرج بالمسطر مال العمل، يعني اتخرج من استعداد معدل 94. قدمت على يعني القبول المركزي، انقبلت معهد طبي. انا توقعت انقبل صيدله او غير شيء. بعدين توجهت للمعهد النفط وقلنا تعيينه مركزي، ووزير النفط حاكانا وقال تعيينكم مركزي ان شاء الله. وعلى يعني تمويل ذاتي هي وزاره النفط اصلا. يعني هسه ايش قلنا لك؟ طلعنا مظاهره تقريبا 3 مرات. مرتين اني انضربنا هناك بوزاره النفط ورجعنا للبيت. يعني بالبدايه بشهر السابع طلعنا تقريبا، قال ان شاء الله قبل الانتخابات بشهر العاشر انا اصدر امركم الوزاري وما يكون خاطركم الا طيب. اجى شهر العاشر خلصت الانتخابات ماكو، رجعنا بشهر 11 نفس الحاله. ذاك اليوم رجعنا يابا احنا تمويل ذاتي ما لنا شغل بالموازنه. يقول اسمك انت ثلاثي اسمك؟ حازم شاكر علي. حازم. خلص 94 معدلك بالاعداد؟ معدل 94 بالاعداديه وخريج معهد نفط. حاليا وين؟ حاليا والله عمال اشتغل. تعينت هنا؟ تعينت هنا بالطيران. بس انت بطل، انا واقف وافتخر بيك اللي مخلص 94. خطيتك انت وكل واحد خريج برقبه ذول الحراميه. اي والله. انت سويت اللي عليك. انا سويت عليه والباقي على الله سبحانه وتعالى. يعني اكو اكثر من هذا الظلم؟ بعد شو يسوي الشاب؟ اكو اكثر منها؟ يعني خلص معهد نفط ومعهد، كم واحد مثلك؟ احنا هسه دفعتنا 1443 طالب، يعني مو هوايه اذا نقارنها بالصحه. 30,000 طالب كل سنه يتعينون استماره. ما راح اسالك صوره عامه. احنا بلد مثل العراق ايش عندنا نبيع؟ ما ادري والله. لا ايش عندنا غير النفط؟ ما عندنا شيء. يعني هو اصلا هسه العراق كله عايش على النفط. هذا اللي تكونوا باقون مراحل. 98% هي نفط ترى. يعني الرواتب ما رواتب باقي. شو نقول الله كريم. بس اني ما احكي كمصدر انه اني مسؤول او، لكن انا اللي اقدر امانه برقبتي رسالتك انت الخاصه اوصل. الله يحفظك. الله يستر عليك.